طيب، في جنازة النهاردة، بس مش أي جنازة، ومش جنازة شخص مات أو نجم مهم مات. دي جنازة أكبر حاجة أثرت على حياتنا من وإحنا عيال صغيرين. الجنازة دي للبنزين. ايوه يا صديقي البطيخ اللي كان زمان بنحب نسمع صوته، اللي كان زمان رمز للفخامه، صوت الموتور اللي بنحبه، ريحه البنزين اللي بنحب نشمها، كل ده النهارده بيتدفن رسمي. طيب، في اسئله كتير هتيجي في بالك، ليه وهل ده كويس وازاي وامتى؟ الكلام ده انا هجاوبك عليه النهارده في قناه كارا تكنولوجي، وركز معايا كويس في الكلام اللي جاي عشان مهم جدا ليك. البنزين ما كانش بس سائل بيتحرق، كان اسلوب حياه، كان صوت اول فرحه للعربيه وانت بتدورها وتشم ريحه البنزين، كان لما تمشي في طريق بتشم ريحه الطريق ده من البنزين. بس مع الوقت البنزين اتغير وكل حاجه اتغيرت واحنا اتزنقنا. تعال اقول لك ازاي اتزنقنا. احنا في 2015 في اوروبا قالوا كفايه كده، وابتدوا يحطوا خطه ل 2035 ما يكونش فيها عربيات بنزين خالص. طيب، هل في حد هيأيد الموضوع ده؟ جات لك امريكا وقالت لك انا كمان، ومصر قاعده تتفرج بس بدات تفكر. طب وليه اصلا ما يبقاش في بنزين؟ عشان تلوث وصرف واستيراد ومرض وصوت عالي طبعا، واحنا في زمن عايزين كل حاجه تبقى هاديه ونظيفه وسايلنت. تتشحن دي يعني عربيه كهرباء. بعد ما العالم بدأ يزهق من صوت البنزين بدأوا يدوروا على البديل، والبديل كان ماسك. لا يا عزيزي البطيخ، مش الماسك اللي بيتحط على الوش، ماسك ده اللي عمل عربية اسمها تسلا. وده مش بس عمل عربية، ده غير مفاهيم العربية كلها اللي كنا احنا عارفينها من واحنا عيال صغيرين. العربية بقت بتتشحن. العربية ما فيهاش موتور، لا فيها موتور بس اسمه موتور كهرباء. العربية بتاعته بقت بتطلع من 0 ل 100 في ثانيتين و3 ثواني. ده اسمه صاروخ مدني مش عربية. بس مش تسلا لوحدها اللي غيرت اللعبة. الشركات اللي طول عمرها بتبيع عربيات بالبنزين غيرت تفكيرها، زي BMW ومرسيدس وفورد. حتى الشركات الصينيه زي BYD وولينج كلهم قالوا احنا جايين. في نوعين من العربيات الكهرباء، في العربيات اللي فيها تكنولوجيا خرافيه ودي بتبقى بالملايين، وفي اللي شكلها عامل زي علبه الزبادي الصغيره بس بتوصلها. زي مين بقى؟ زي وولينج ميني EV، العربيه اللي عاملينها فرح في الصين. هي الفكره مش في الشكل، الفكره بتبقى في العربيه بتعمل شغلها، بتوصلني من غير ما اتخنق. اعمل سيلكت قول كده. ايوه. طيب يبقى ليه لا؟ مين هم اول ناس اشتروا عربيات كهرباء؟ الصدمه في الصيانه والشحن. ليه في ناس قالت انا هرجع للبنزين؟ كل ده هنجاوبك عليه دلوقتي اللي هو امتى يا صديقي البطيخ؟ دلوقتي بعد ما تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لي ايه رايك في المايك الجديد ده. لو عايز بقول لك ده مايك ايه بقول لي في الكومنتات وانا اعمل لك فيديو تفصيلي عن المايك ده. نكمل في الفيديو بتاعنا. اول ما العربيات الكهرباء دخلت مصر كان في مشهد كده شبه اعلان الشبشب. الناس كلها بتتريق وبتسال يعني ايه كهرباء ودي بتتشحن منين دي، ويطلع لك واحد ظريف يقول لك طب لو النور قطع. وكان اكتر سؤال بيتردد على لسانهم هي هتمشي على مطباتنا ولا لا. المشكله ان الناس ما كانتش مستعده، وده مش عيب الناس، العيب في البنيه التحتيه. يعني انت جايب عربيه تتشحن بس اقرب شاحن ليك في المهندسين وانت اصلا ساكن في شبرا. بقول لك ايه، انا شاحن ب 30 جنيه وواخد بيهم 200 كيلو. اصحابه طبعا ردوا عليه قالوا له انت كذاب رسمي، بس لما جربوا وجابوا عربيات زيه اتصدموا فعلا، مش بس من مصاريف الشحن، لا ده من الصيانه بتاعتها كمان. بس الغريبه ان اللي كملوا معاها ما بطلوش يحكوا عنها. ليه؟ راحه وهدوء وشحن من البيت ووفر في البنزين اللي بقى سعره عامل زي الذهب. ومع كل ده في ناس قالت لا برضه، لانهم بيحبوا صوت الموتور، ريحه البنزين، او ببساطه مش واثقين في الكهرباء. واحد قال لك انا اخر مره شحنت العربيه وفصلت مني قعدت 3 ايام ما تتحركش، وواحد قال وقعدوا يهروا كلهم. طب ايه الحاجات اللي بتتقال عن العربيات الكهرباء؟ هي انها بتوفر بنزين بقى وصيانه، اوفر في كل حاجه تقريبا. بس تعالى كده نحسبها مع بعض، ولنفترض انك بتمشي 1000 كيلو في الشهر. ده لو معاك عربيه بنزين، كل لتر مثلا ب 13 جنيه. يلا يا عم، والعربيه يا سيدي بتستهلك 7 لتر في ال 100 كيلو. يعني ال 1000 كيلو بيساوي 91 لتر، يعني حوالي 1180 1183. الكهرباء بقى الكيلو وات الواحد بجنيه ونص. ده انا بتكلم انك بتشحنها من البيت مثلا، والعربيه بتستهلك 15 كيلو وات في كل 100 كيلو متر. يعني ال 1000 كيلو بيساوي 150 كيلو وات، يعني حوالي 225 جنيه في الرينج ده برضه. يبقى خلاص نشتري عربيات كهرباء. مش بالسهولة دي، في فرق كبير بين التشغيل والشراء. الكهرباء أرخص في التشغيل، بس أول ما تشتريها تحس إن أنت اشتريت بيت في الشيخ زايد. أكبر كابوس في أي عربية كهرباء هو البطارية. ليه؟ لأنها القلب، لو باظت العربية كلها بتتشل، وسعرها عامل نص تمن العربية تقريبا. بجد فعلا والله، في عربيات كهرباء ب 600,000 البطارية بتاعتها لوحدها 250,000 جنيه وأكتر كمان. طب في سؤال كمان، هل الكهرباء نظيفة؟ يعني ما بتأثرش على البيئة؟ في ناس بتسأل على انها عايزة تأثر على البيئة او لا، ولا احنا بننقل التلوث من البنزين للكهرباء؟ احب اطمنك واقول لك ان الكهرباء انضف حاجة، ما بتطلعش عادم خالص. انت اصلا مش هتلاقي شكمان في العربيات الكهرباء. السؤال اللي بيقلب الترابيزة كلها، احنا دلوقتي ماشيين ورا الكهرباء كأنها المسيح المنتظر، بس هل دي النهاية ولا في حاجة تانية؟ الهيدروجين اللي الناس مش واخدة بالها منه.
في حاجة اسمها خلايا وقود الهيدروجين، مش كهرباء ومش بنزين، ده هيدروجين بيتحول لكهرباء جوه العربية. والمخلفات مية، والله مية عادية. يعني تخيل معايا تدوس بنزين العربية تطلع بخار مية، ولا عادم بقى ولا كهرباء. طيب ليه مش بنشوفها في الشارع؟ لأنها غالية جدا وخطيرة جدا، والأهم مفيش محطات هيدروجين اصلا. يعني انت عايز تجيب عربيه بتشرب هيدروجين ومش عايز تجيب لها كوبايه فيها هيدروجين. هل ممكن في لحظه نقول يلا نرجع للبنزين؟ البنزين احسن. ممكن، ليه لا يعني؟ لو الكهرباء فشلت، لو البطاريات كانت غاليه جدا، لو حصلت ازمه الكهرباء، لو الناس حمت لصوت الموتور وعن عن 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 طبعا البنزين يرجع في حاجات زي كده، بس ممكن يرجع في صوره جديده. يبقى السؤال اللي بنختم بيه الجزء ده، لو المستقبل مش بنزين ومش كهرباء ومش هيدروجين، اللي جاي في الدقايق الأخيرة هو أغرب حاجة ممكن تتخيلها. في عربيات دلوقتي بتمشي من غير ما تلمسها، بتتشحن من الأرض كده وهي ماشية، وبتشوف الطريق من غير سواق. الخيال العلمي اللي كنا بنشوفه في أفلام التسعينات بقى شغال فعلا على أرض الواقع. شركة زي أفتر بتعمل عربية بتمشي بالطاقة الشمسية. يعني لو أنت ساكن في مكان فيه شمس، ممكن تمشي بالعربية دي 40 كيلو كل يوم من غير ما تشحن خالص. بس تعالى نرجع للواقع، احنا فين من كل ده؟ هل احنا عندنا طرق ذكية؟ هل عندنا شحن سريع في كل شارع؟ هل عندنا استعداد حتى نسيب المفك ونفهم في السوفت وير؟ السؤال الأهم، مستقبل العربيات جاي، بس هل احنا هنركب فيه؟ ولا هنفضل متفرجين؟ ولا هنفضل نتفرج؟ ولا هنستنى حد يقول لنا يلا يا جماعة الوقت فات؟ الفيديو ده مش عشان نقول البنزين مات، ولا ان الكهرباء جت، ولا ان الهيدروجين هو المكسب. الفيديو ده عشان نقول لو انت مش بتفكر في اللي جاي، يبقى هتفضل تدفع ثمن اللي فات. احنا في قارة تكنولوجي وبنفتح عينك على المستقبل. دوس لايك واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقة اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، ويمكن هي اخطر حاجة. لو اتحققت مش هنحتاج عربيات خالص. والسلام عليكم.